نوريكم يا الخوا. شوفوا هذا كيفاش يهضر، واش كان يدير مع المخابرات نتاع المخزن. شوفوا مليح نوريكم. دوك نجيكم نهضر مع علي بالحاج في التليفون، ما تقلقوش. دوك نسمعوا لكم او مع بوك الزوحه. كاع ناس نوريكم بوك الزوحه بيان افون ما نروحوا هاوليك. شوفوا الاخر يخطب عليه والاخر يقول له اه. هاوليك مع بوك الزوحه. استثناء لعمائل جديد كيدعموا واحد 6 ديال الناس، وانت شفت في التلفزيون الجزائري 6 ديال الناس اللي من اقاليم ناظور الحسيمه وغير ذلك يدعمونهم بمال الجزائريين من اجل صناعه البروباغندا والكذب والبهت. فهذا هو حنا اليوم نسعى انه نصل معكم لميثاق تعاقد حقيقي على خارطه الطريق جديده ان شاء الله مع المعارضه الجزائريه، معارضه العقلاء ان شاء الله، مع ميثاق تعاقد حقيقي على خارطه الطريق جديده ان شاء الله مع المعارضه الجزائريه. سمعتوا خارطة الطريق في هاد لا ريونيون، خارطة الطريق مع المعارضة الجزائرية الجديدة. سمحنا ندعموكم وكلش. شوف معارضة العقلاء بكل تلاوينهم، وسنحفظ لكم مكانتكم حتى لا في قلوبنا ولا في تلاقيكم مع عقولنا بانتقادكم حتى ما يضركم فينا. حاجة اللي تضركم فينا سنقبلها منكم، لأنكم عودتمونا على أن انتقاداتكم تكون انتقادات منطلقاتها هو البناء ماشي. سيت ان ريكروتمون كاريمون، سيت ان ريكروتمون كاريمون يريكروتيو فيهم. شفتوا واليوم يجي يقول لك الكارطة 18 ما خمع الجزائر هو تسمى يخموا. عاش نقول لكم انايا كلمة حق يرادوا بها باطل، وهذول يقولوا لهم احنا نخدموا مع المعارضة وكذا ونديروا خارطة التاريخ شفتوا ما كاش ايادي خارجية. نو الجيري هي اللي ما عندهاش الحق مع المرة، وصرفوا على البوليزاريو دراهم وداروا. شفتوا الناس مطبعين مع الصهيونية. شوفوا دوكاتيك كيفاش يهدر مع علي بالحاج. بان على فين نوري لكم كي يهدر هو واش كان يخدم مع المخابرات. هكذايا تبعوا مليح. في هاد لا ريونيون عيطولو باسكو ما يعرفوا التليفون تاعو مصعب هذاك وهذاك بن عطيه كونتاكتاوه. حبوا يعاودوا يحركوا الفيس. هادو كاع داك بوك الزوحه وهذاك بولحيا هذاك مصعب قعدوا كاع فيس كوافيس اما بروفيس. بون بوك الزوحه باين بهذاك مصعب كان دراري كان بليكوش نهار كان زاد الفيس. اسمعوا مليح يا الخاوه. هاوليك لقاء العمالقه الشيخ علي بالحاج الدكتور مصطفى عزيز الاستاذ الهندوس. شوفوا مليح لقاء العمالقه. معك الدكتور مصطفى عزيز رئيس حركة مغرب الغد اللي في فرنسا، ومن الناس اللي ناضلوا في الجزائر في 75. كنت في السجون العسكرية في بوفاريك وفي البليدة، ويعذبونا كيما بغاو في بوزريعة حتى هي على لا شيء يعني. وكانوا معايا الإخوة آنذاك المناضلين ديال الحركة الإسلامية كانوا معايا في السجون آنذاك. هذا الشيء في 75 76 ما خرجت إلا في عام 80. كان المحامي ديالي هو رئيس الحكومة المغربية عبد الرحمن اليوسفي الله يرحمه، وواحد ثاني اللي كان رئيس المحامين هناك في الجزائر الله يرحمه تا هو اسمه بن تومي. يعني الو
على كل حال نسأل الله تبارك الله وتعالى يحفظك. إنما دائما أتذكركم وأتذكر عملكم، بإذن الله عز وجل يعني وبالأجر إن شاء الله. أتذكركم وأتذكر نضالكم ودائما نصفق لكم. تبارك الله عليك. دائما حتصل بإذنه تعالى مهما كان الأمر، يعني لأنك على حق إن شاء الله، لنا ولكم إن شاء الله، لنا ولكم جميعا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل العالم العربي والعالم الإسلامي يكون أمة واحدة إن شاء الله. إن شاء الله. الله يقويكم. وكل العرب الإسلامي والعربي يكون جميع واحد. هو يهضر مع واحد مطبع مع الصهيون، علي بالحاج يا معاينكم. علي بالحاج ولا عامل تاع المخزن يا الزعم، يقولون هو مطبع هذا، كيفاش تقولوا انت نمشوا معاكم والعرب هذا للصهيونية كلات له بلاده كامل، باع بلاده للصهيونية. سمعني بالحاجة راجل ويحب الحق وكذا، واللي يقول نعم العربي والإسلامي، هو السيد هذا مخزاني، هذا يريكريتيو فيهم. هذه جديدة عندها زوج سمانات بركة. شوفوا تبعوا مليحة، شوفوا يكونوا أمة واحدة. هذا التفرق هو الذي جاء بهذا الشيء، لأن تمكنوا منا الصهاينة وتمكنوا منا كل هؤلاء، تمكنوا لأننا أمة بعيدة عن دينها، بعيدة عن أخلاقها، بعيدة عن كل شيء. اليوم كان عندنا دين وعندنا أخلاق وعندنا كذا، كان يعني الاتحاد كان موجود، وهذا يعاون هذا، وفي وقت الثورة وفي كذا. لكن هذه الأشياء كلها الآن أزحوها. نسأل الله أن تعود تلك الأمور إلى الجادة، ولا تعود إلا بالإسلام، الإسلام فقط لا أكثر ولا أقل. كل هذه الأشياء التي جربت أنا شفنا النتائج تاعها المرة سنوات طوال. العودة لدين الله عز وجل والإسلام والوحدة، الأمة أمة واحدة. هذا هو ربي عز وجل يوفق لما فيه الخير إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله سيدي. إن شاء الله. بارك فيكم وأحسن الله إليكم. جزاكم الله خيرا. الله يحفظك سيدي بن الحاج. شكرا. أحسن الله إليكم. شكرا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا السعيد بالحاج، نحن نعزك ونقدرك. أنا شاب من سواعد الأمة، ونعزك ونقدرك في أقصى مغربنا الحبيب اللي هو أرضكم كذلك. ونتمنى من الله عز وجل أن يزيح الغمة عن قلبنا بزيح هذا الفساد وهذا الاستبداد وهذه الدكتاتورية، ولم شملنا مع الإخوة الجزائريين، لأننا شعب واحد على. سمعتوا؟ نحن هاد الدكتاتورية. اسمع الجزائر الملك لالا اللي باع روحه للصهيون، اللي بالحاج ما يسمع تليفون تبعهم منيح ما يقولوا والو. شوفوا أرضين سيدي علي بالحاج، حفظك الله. إخوة الجهاد وهذا الاستفتاء واعد الأمة، ونعزك ونقدرك في أقصى مغربنا الحبيب اللي هو أرضكم كذلك. ونتمنى من الله عز وجل أن يزيح الغمة عن قلبنا بزيح هذا الفساد وهذا الاستبداد وهذه الدكتاتورية، ولم شملنا مع الإخوة الجزائريين، لأننا شعب واحد على أرضين سيدي علي بالحاج. حفظك الله. ونحن ندعو لك في كل أن يجمع شمل الأمة الإسلامية كلها بإذن الله. والمسألة مسألة وقت لا أكثر ولا أقل، دوام الحال من المحال. أخونا عبد الوهاب بوق الزوحة رحنا بجانبه ولن نتركه لأنياب أي كان مهما اختلفنا، لن نتركه. وهو من أحب خلق الله إلى قلوبنا، ومن خيرة ما أنجبت حركتكم وواحد من رجالاتكم. حفظك الله وإياه، وحفظكم الله بالسمع المكاني إن شاء الله. تحياتي. شكرا. بارك الله فيك. شكرا سيدي بالحاج. شكرا. وفيكم بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وفيكم بركة وجزاكم الله خيرا يا عليلو، يا علي بالحاج. خاين يا شفتوا كيفاش خاين؟ كي نهضروا تقولوا انتم ضد الإسلام. خاين هذا. وش بيكم ستانتراتر ماكش تسمع. وبوك الزوحة راهو معنا هنايا وما تخافش عليه، وكدا حنا نقوموا به، والمعارضين تسمى ما يبروشيو في الفيس. راكم فاهمين؟ باسكو لو سول موان باش يدخلوا سلاح للجزائر من المروك، تحب يديروا كيما تركيا بارابور لسوريا، ابارتير دو ماروك يدخل لك الارهابيين ويدخل لك سلاح. راكم فاهمين؟ كوم عندهم اكسبيريونس معاهم في التسعينات، حبوا يعاودوا يحركوهم.
وعلي بالحاج يهضر معاه في التليفون نورمال مع المخابرات ديالهم. شتو هاي سكوب، علي بالحاج عميل المخابرات المغربية. شتو كيفاش